ممكن أعرف أنت ليه اخترت تبعد عن الناس؟ أنا؟ أيوة أنت. لا لا، أنت مش فاهمة أي حاجة. طب فهمني. أنا عمري ما حبيت البعد في حياتي، بالعكس أنا كنت أكتر شخص ممكن تلاقيه في أي وقت جنب أي حد في حزنه قبل فرحه. أنا قدمت كل حاجة تتوقعيها واللي ما تتوقعهاش. قدمت لحد ما بقاش أي حاجة تانية ممكن تقدميها، فقدمت لحد ما استنفذوا كل الطاقة اللي جوايا ليهم، وفي الآخر تكتشف إنك كل اللي قدمته ده ملوش أي قيمة عندهم، وإنك قدمته في المكان الغلط وللناس الغلط. فلما ما بتلاقيش التقدير من اللي حواليك بيخلوك تمشي، لأنهم مش شايفينك أصلا إلا إذا كانوا ليهم عندك مصلحة. صدقيني أنا ما اخترتش البعد بمزاجي، هم اللي أجبروني إني أبعد عنهم بأفعالهم وعدم تقديرهم ليا. أنا اخترت البعد لأني اتأكدت إن بقى وجودي زي عدمه، يعني عملت زي ما عملتش، فقررت أبعد وأعيش مع حالي. عرفتي بقى أنا ببعد ليه؟ يا رب تكوني فهمتي كل حاجة. كل ده مخبيه جواك وساكت. بس عايزة أقولك على حاجة، إحنا ما نقدرش نبعد عن الناس بالناس زي ما بيقولوا. يمكن اختياراتنا هي اللي بتبقى غلط، أو بيقع في وشنا كده ناس مش عارفين قيمتنا ولا عارفين يقدرونا صح. لكن ده ما يمنعش إن في ناس كتيرة جدا كويسة، يمكن احنا مش واخدين بالنا منهم. وكمان الناس اللي مش بتقدر وجودنا جايز يبقى درس نقدر نتعلم منه حاجات كتيرة فيما بعد. لكن في نفس الوقت احنا ما نقدرش نعيش من غير ناس، ولا نقدر نبعد عن الناس حوالينا في كل مكان، في الشغل، في الجامعة، في الشارع، في جيرانة، في كل مكان. فمش هنقدر نبعد عنهم. أهم حاجة إن احنا نختار صح وبلاش نتجاوز في العطاء. لله الأمر من قبل ومن بعد.